50 عاما من بعد، اليوم محطة فارقة ورسالة قوية لكل المشككين والناعقين كون مشروع غارج بلاد لن يرى النور. إن التاريخ قد ينام ولكنه لا يموت. حلم الزعيم هوارب مدين تحقق اليوم بسواعد جزائرية، والوعد كان من السيد الرئيس. سي بومدين رحمه الله كيتكلم على كراج بلاد بحسرة. الحمد لله أنا وفقنا ربي وجسدنا الحلم تاع من كان يحلم بجزائر قوية بمناجمها قوية، اللي هو ثالث أكبر منجم حديد في العالم. وإن شاء الله في نهاية جانفي يصل أول قطار منجمي من كراج بلاد إلى مصانع وهران للفولاذ.